خيوط الجريمة، سلسلة حلقات بودكاست. السلام الله عليكم، مرحبا بكم في خيوط الجريمة، القناة اللي كنحاولوا نفكوا فيها خيوط أخطر الجرائم ونكتشفوا التفاصيل اللي ما كيعرفوهاش بزاف ديال الناس. القصة ديال اليوم غادي تكون قصة صادمة وخطيرة وربما تخليك تعاود تفكر في بزاف ديال الحوايج. قبل ما نبداو كنطلب منكم دعم بسيط للقناة، ضغط زر الإعجاب والاشتراك باش تشجعونا نكملو إن شاء الله. القصة ديال اليوم غادي تاخدنا لمدينة الناظور سنة 2010. القصة كتبدا بجوج شباب، هاد الشباب كانوا من نفس الثوار من نفس المدينة، قراو في نفس المدرسة منذ الطفولة. جوج أصدقاء كبروا بجوج بحال الخوت، مشاو للإعدادية وبقاو بجوج، والصداقة ديالهم عاد ما زادت كبرات وزادت ولات قوية. ولكن كما كيعرف أي واحد مرحلة المراهقة صعيبة، يعني في هاد المرحلة ما كان حتى شي مراقبة من طرف العائلات ديالهم. هنا بداو الشباب كينحرفوا على الطريق الصحيح، دخلوا عالم المخدرات والشراب والانحراف. بدات الصداقة ديالهم مبنية على الطريق الغلط. من بعد مدة خداو قرار خرجوا من المدرسة بجوج، ما كملوش الإعدادي ديالهم. من بعد بداو كيخدموا في التهريب. كما كنعرفوا مدينة الناظور قريبة لها من ليبيا، وكانوا كيخدموا في السلع المهربة، كانوا كيجيبوها وكيبيعوها في المنطقة باش يربحوا منها. كانوا عشران ديال بصح، حتى في الخدمة ما كيفوتوش بعضياتهم، يخدموا مع بعضياتهم، يخرجوا مع بعضياتهم، كيشربوا مع بعضياتهم، واحيانا كانوا كيباتوا في دار وحده، يعني يقدر يباتوا في اي دار ديال اي واحد فيهم. الصديق ديالي يا اما يبات عندي اما نبات عنده، يعني راه بحال خويا. حتى الناس ديال الحومه كانوا كيضربوا بهم المثل معنى الصداقه القويه. وفي الحقيقه الصداقه ما كانتش بنيه على الاساس الصحيح، كانت بنيه على الطريق ديال الانحراف والبليه. تعرفوا طريق البليه والانحراف والمشاكل، يعني طريق قصيره. مع مرور الوقت داكشي اللي وقع حتى شي واحد فيهم ما كان كيتسنى ولا كان ضرب له الحساب. واحد من الاصدقاء ولا كيدخل للدار ديال الثاني بزاف، كما قلنا يعني راه كانوا بحال الخوت، اي واحد كيدخل لدار الاخر، ولكن الاخر ولا كيدخل للدار بزاف ديال الصديق ديالو الثاني. كان كيدخل وما كانش كيدخل بنيه صافيه، كان ناوي على الغدر، وكان حاط عينو على الاخت ديال الصديق ديالو اللي كانت كتصغرهم 3 سنوات. بدات العلاقه بالسلام بابتسامه في الوجه، كدا تتحولات العلاقات حب سريه، وكانوا كيتلاقاو بعيد على الضوء، ما كيشوفوا حتى شي واحد. كما قلنا كانوا كيخدموا في التهريب، يعني داروا فلوس وشراو طوموبيلات. كان الصديق كيهز الاخت الصديق ديالو في الطوموبيل وكيبعدوا من الدوار، كيخرجوا من المدينه كيمشيو لمدينه اخرى. ما كانوش كيقولوا باللي شي نهاريات غادي يحصل. داز حوالي 3 سنوات، وهاد العلاقه السريه كانوا كيقولوا صافي ما عمرها غادي تنكشف، ولكن السر ما كيتخباش ديما. كما كان متوقعا، واحد النهار وصل الخبار للاخ ديال البنت. شي وحدين من دوك صحاب الحسنات وصلوا عليه وقالوا ليه باللي اختك راه عندها علاقه بالصديق ديال. السيد صدم، ولكني ما قال حتى شي كلمه، وبقى كيتعامل مع الصديق ديالو بشكل عادي، وحتى مع الاخت ديالو بشكل عادي، لحقاش ما كانش متاكد من الخبر. ولكن الوسواس ما غاديش يخليه هاني، اي واحد في بلاصتو غادي يبقى موسوس، هو يقول هادشي واش بصح ولا لا. السيد قرر يكتشف الحقيقه بنفسه، واش بصح ولا غير اشاعات. يمكن الناس بغاو يفرقوني غير مع صاحبي. بينه وبين راسو واعد راسو باللي غيتاكد واش الخبر صحيح ولا لا. خدا قرار ديالو، بدا كيراقب صاحبو وكيقلب عليه فين كيمشي فين ما كيكونش معاه. الفكره اللي دار في راسو باش يحصلهم هي من يقول له صاحبو راني غادي نمشي شي بلاصه او لا ما كاينش ولا هذا، خاصو يراقب هو الاخت ديالو يشوف حتى هي واش غادا تكون ولا ما غاداش تكون. وبالفعل فين ما كيخرج الصديق ديالو من الخدمه ولا ما كيكونش معاه، كيقول له غادي نمشي نقضي شي غرض، كيمشي الاخ للدار ما كيلقاش الاخت ديالو. الشكوك ديالو بدات كتكبر. جا واحد النهار ويقول له الصديق الخائن باللي غدا بغيت ندي الوالده لشي طبيب. صافي دوز معاه الكلمه باللي ما غاديش يكون معاه في الخدمه غدا، ولكن الاخ حط الخطه باش غادي يترصدوا، وهاد المره قرر ما يتبعش خصو.
بدل طونوبيلتو باش ما تعرفش. بقى هادي الصديق ديالو حتى خرج من الدار وبقى متبعو من بعيد. هذاك غادي طونوبيلتو وهذاك تابعو، بقى غادي حاضي حتى لمدينة أخرى. غادي توقف في جيت محطة طاكسيات ديال ديك المدينة الأخرى. فاش وقف الآخر وقف بعيد وبقى كيشوف. هنا كانت الصدمة، كيشوف الأخت ديالو نازلة من الطاكسي وجات طلعت عنده الطونوبيل. في ديك اللحظة تأكد من كل شي، الغضب سيطر عليه. كيفاش أحسن صديق خويا خان الثقة ديالي وقال بينو وبين راسو كون جا عندي للدار واش غادي نحيدها ليه؟ كان يقدر يجي يخطبها من الباب، ولكن بالنسبة ليه ديك العلاقة من مورا ظهرو كانت خيانة ليه. من هنا بدات كطبخ نار انتقام، بدا كيفكر غير كيفاش ينتقم منه. خطط مزيان وري قال له واحد الجلسة. واحد النهار قال ليه نجلسو اليوم نشربو شي شوية. صاحبو بلا ما يشك فيه بلا ما والو قال ليه مرحبا، اليوم نجلسو ان شاء الله. لحقاش مولفين كيجلسو راهو هما صحاب، ما كانش خبارو بلي راه صاحبو موجد ليه، وكانت هذيك هي اخر مرة غادي يجلس معاه فيها. تقدر الاخ كلشي على حسابو، شراب ماكله كلشي، عزلو دا المنطقة معزولة اللي ما فيهاش الناس. جلسو كيشربو وبقى الاخ حاضي معاه غير يمشي يسكر. هكا كانت حضاتها شافو بلي شد فيها الشراب، كان موجد واحد الجنوية مسبقا جبدا هو يذبحو بالوريد الى الوريد. ولكن الغضب اللي كان فيه ما خلاش يوقف هنا، بقى كيطعن فيه بديك الجنوية حتى شافو فارق الحياة، وبقى كيسكر حدا الجثة حتى صباح الصباح هو يشد الجثة من رجليها وهو يجرى في الشارع يلعب قدام الناس. شافوا الناس داك المنظر اتصلوا بالشرطة. الشرطة وصلت بسرعة وبقاو الجاني واقف والجنوية مازال في يدي بدون مقاومة. قال لهم انا اللي قتلته، اعترفوا كل شيء، وقال لهم هذا كان صاحبي ولكني خان الثقة ديالي مع اختي. تعتقل مباشرة والجثة تهزات تخضع للتشريح الطبي. وبعد تحقيق وعدة المداولات في المحكمة صدر في حقه حكم ديال 15 سنة. بزاف منكم يبدا يتساءل كيفاش جريمة قتل وتحكم غير ب 15 سنة. 15 سنة لأنها كانت ظروف تخفيف، لأن القاضي شاف أنها جريمة شرف. والعبرة من هذه القصة هذه كتخلينا نفهموا حاجة مهمة: الصداقة الحقيقية خاصها تكون مبنية على الاحترام والنصيحة، أما الصداقة المبنية على الانحراف وطريق البلية والشراب غالبا النهاية ديالها كتكون مأساوية. كما كيقول لك المثل: العمى إلا جر العمى غادي يطيحوا في شي حفرة بجوج. إلا وصلتي حتى لهنا نتمنى تدعمنا بشي لايك للفيديو، وإلا عجبك المحتوى شارك معنا ليوصلك الجديد إن شاء الله. نتلاقاو إن شاء الله في قضية جديدة، قصة أخرى تكون غموضا. والسلام عليكم ورحمة الله.